قناه جميله جدا بحبها اسمها المراجعه النهائيه، كان عامل فيديو قريب ازاي توصل لمليون على يوتيوب. ايوه الفيديو في منتهى الروعه، بس هو قال كلمه جميله قوي في الاول: السبب اللي بيخليك تعمل فيديوهات لو ما كانش ان انت بتحب تعمل فيديوهات ما تعملش، مش هتكمل. لا بيقول له اصلا ما تعملش، لان انت مش هتعرف تكمل، لان انت هتقعد كتير قوي بتعملها ومحدش هيشوفك. نفس الكلام يعني لو انت بتعمل اي حاجه علشان توصل للموديل الناجح قوي اللي هو الجامد ده، مش هتقدر تكمل. يعني انت لازم تبقى بتحب الحاجه نفسها، فهتصبر عليها لحد بقى ما ربنا يوفقك وتوصل للحاجه دي او توصل لغيرها ايا كان ايه. سبحان الله. ببص دلوقتي على اي حد بيبدا فيقول لك ايه، عايز اتشهر، عايز اطلع ترند، عايز ابقى معروف، فالمحرك الاساسي بيبقى رايح في الناحيه دي. هو 1000 مشاهده بيجيبوا كام؟ افتكر اول ما بدأنا هو ما حدش كان عنده تصور اصلا الموضوع رايح فين. انت كنت بتعمل الحاجه ديت عشان يعني انت عملت القناه وبدات قبل اصلا ما يكون في بارتنرشيب بروجرام، ما كانش فيه اصلا. اشرف حمدي ايجيبتون بدا من غير ما يكون في بارتنر بروجرام. فاحنا كنا بادئين مش عارف اصلا الموضوع هياخدك لفين، بادئ قبل ما يكون في حاجه اسمها ترند، قبل ما يكون في حاجه بتجيب فلوس بشكل مباشر من الموضوع. كان اغلب الناس بيتفرجوا على يوتيوب في الكمبيوتر في البيت، ما كانش الموبايلات اصلا، كانش في موبايلات يعني كان الموبايلات ما كانش حد عنده باقه تخليه يتفرج. ده لو كان عنده سمارت فون